السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يا حبايبي تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى لو محتارين كده ومش عارفين تطبخوا ايه كده، وزهقتوا بقى من جو الطبيخ كل يوم وعايزين تجديد زي حالاتي كده ومش عارفين نعمل ايه. يلا كده تعالوا مع بعض نعمل الطاجن الحلو النهارده. ماشي يا حلوين، النهارده دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ طريقه سهله وبسيطه كده وطاجن بس بجد ريحته يعني وهم دي دوبك تعملي جنبه شويه الرز ومش هتتعبي نفسك وممكن تاكلوه سندوتشات بالعيش. هنعمل ايه بقى؟ الاول عندنا نص كيلو لحمه، هنقطعه كده نحاول نرققها شويه عن المعتاد كده. وبعد كده هنعمل ايه؟ شويه خضار زي الكوسه، ايه، بطاطستين، طماطمتين، شويه بسله، شويه جزر، اي خضار عندك. احنا هنعمل طاجن خضار مشكل كده باللحمه بس هيعجبكم جدا. هنبدا نعمل ايه بقى يا حلوين؟ كميه الخضار اللي انت عايزاها. وبعد كده بقى طبعا قشرتها وغسلتها قبل التصوير. وبعد كده بقى هنقطعها مع بعض، هنقطعها تقطيع عريض كده شويه عشان ما تتهريش معانا زي ما انتم شايفين كده يا حلوين. وهنقطع البطاطس، وانت ممكن بقى تضيف الخضار اللي انت عايزاه، وممكن لو الولاد عندك مش بيحبوا الخضار خلاص اوكي نعمل لهم بطاطس بس. بعد كده بقى يا حلوين هنعمل ايه؟ هنقطع كده الخضار كله كده معانا، وهنقطع البطاطس كده طرنشات خفيفه، والبصل برضو خلي الطرنشات معانا خفيفه كده عشان تستوي. هو اللحمه احنا هنحط اللحمه نيه يا دوب هنديها صدمه على النار كده، لكن الطاجن بيغيب في الفرن. فهنقطع الخضار عريض شويه كده عشان ايه ما يترش معانا زي ما قلت لكم. بعد كده بقى هنقطع الحاجات الحلوه دي كده كلها مع بعض. يبقى احنا معانا بطاطس، كوسه، البصل، الطماطم قطعناهم، حطيت حوالي معلقه توم، معانا بسله اهو يا حلوين بجزر. هنحط برضو شويه حلوين كده. انتوا عارفين طاجن الخضار ده بيبقى مفيد صحيا جدا. بس كده هنحط حوالي كمية، يعني كمية حلوة كده معاهم. بعد كده ما شاء الله الطبق متملي. بعد كده هتفرختهم في طبق تاني اهو زي ما انتم شايفين، وسع على نفسنا كده. وبعد كده بقى احط بهاراتي، احط الملح والثوم البودر والبصل وشوية كزبرة ناشفة وشوية فلفل اسود وشوية بابريكا. وبعد كده هنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. هنحط عليه شوية زيت، وقلبت بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض. يبقى ده شويه بهارات وشويه زيت، معلش بقى الفيديو قطع مني. وبعد كده يا حلوين هنقلبهم كده مع بعض وهنسيبهم ياخدوا ريحه البهارات. ويلا وكده نروح على النار. نسيت اقول لكم هنحط شويه ميه كده عشان البهارات كده ما تلزقش في الخضار، حوالي كوبايه ميه كده. وبعد كده هنقلب الطاجن في بعضه كده، وبعد كده هنركنه ايه مع بعضه كده ياخد ريحه البهارات كده. ونروح على النار كده نشوح اللحمه كده تشويحه حلوه. هنحط حوالي معلقه سمنه او زبده الموجود. بعد كده بقى هننزل باللحمه بتاعتنا، هنديلها درجه التحمير بتاعتنا. وفي نفس الوقت الخطوه دي بتساعد على تسويه اللحمه. لو عايزين تسهلوا عليكم السوا بتاعي حلوين، تغسلوا اللحمه كده وتقعدوا حوالي 10 دقايق كده في ميه وخل. بعد كده بقى هنقلب اللحمه كده تقلبتين حلوين كده لغايه ما تدي معانا لون جميل كده، لان هو ده اللون اللي هيبقى في الاخر خالص في الفلفل الاسود. الخطوه دي مفيده جدا يا حلوين زي ما قلت لكم كده، بتطر اللحمه معانا وعشان ما تاخدش معانا سوي كتير وما تطلعش تشد وكده. هنقلبها كده حلوين لغايه ما تدينا اللون الجميل ده، وهننزل عليها كده برشه فلفل كده حلوه ورشه ملح صغيره. يعني هندي للحمه التتبيله بتاعتها، يعني هندي لها طعم الفلفل مع الملح. ما شاء الله ما شاء الله الدرجه بتاعتها دي جميله جدا. تحسوا برضو ان الخطوه دي غيرت من اللحمه كده، وتحس ان اللحمه كده ايه طريت معاكي كده شويه. بعد كده بقى هننزل بالكلام الجميل ده كله. احنا كده معانا الطاجن بالبهارات ومعانا اللحمه اهي خلاص. كده نجهز الطاجن بتاعنا على طول. انا النهارده مش هعمله في صينيه، انا هعمله على ورقه فويل، يعني هتبقى ورقه خضار باللحمه.
هنجيب ورقه الفول كده زي ما انتم شايفين، نحط عليها ورقه زبده، زي ما انتم شايفين كده يا حلوين. وبعد كده بقى هننزل بالخضار الجميل ده، بالميه بتاعته، بالبهارات، بالحاجه، بجد الوصفه دي ريحتها تجنن. بعد كده بقى شلت الورقه الفول كده، حطيتها في صينيه، ننزل بقى باللحمه كده بالصوص اللي نزل منها ده. بجد يا جماعه الطريقه دي جميله جدا جدا جدا، وبتبقى حلوه قوي لما تعمليها وتجهزيها كده، وتكوني خارجه وتجهزيها كده وتحطيها يا دوب كده في شنطه، وبتجهزيها بتبقى على الفرن يا دوب مجرد سواها في الفرن، بتبقى جميله جدا، وتنفع بره البيت زي ما قلت لكم في سندوتشات. حاولوا تجربوها. بعد كده حلوين بقى هنلف الصينيه كده لفه حلوه، وعايزه اقول لكم على حاجه، طريقه لفها لازم يكون باحكام كده، نقفل عليها كويس، لان حلوين طريقه القفله بتاعتها دي هي اللي هتساعد على السوا. زي ما انتم شايفين كده، ده هنقفل ورق الزبده ونحط ورقه فويل في النص كده علشان تكتم الحراره اكتر، وهنقفلها بقى قفله حلوه كده زي ما قلت لكم. بعد كده بقى هنحط الشبكه في النص وهنولع الفرن، وهنحطها حوالي ساعه، ساعه ونص كده، هتطلع معاكم بجد طريقتها تحفه جدا وريحتها تجنن. جربوها حلوين. بعد ما خرجت من الفرن شايفين اهي بتدخن، لسه مخرجاها من الفرن حالا. تعالوا بقى نشوف هي عامله ايه. مش قادره اقول لكم على ريحتها بجد انا حقيقه ما عملتش جنبها رز ولا اي حاجه خالص، انا عملتها كده سندوتشات بالعيش، بس كانت جميله جدا. شايفين يا حلوين؟ استنى الف لكم الصينيه كده. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، جميله جدا وريحتها والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده تجنن. حاولوا تجربوها كده. انت ممكن تعملي الوصفه دي وتكتري وممكن تعينيها في التلاجة يومين. يعني الصينيه دي ما شاء الله يمكن فاض منها نصها. لفيت الورقه الفويل عليها كده لتاني يوم، بعد كده سخنتها عادي، وكانت جميله جدا، والخضار كده مستوي واللحمه مستويه وريحتها جميله جدا. وشايفين اللون الطعم بتاعها ده بجد جميله. يا رب الوصفه تعجبكم يا حلوين النهارده. ونغير كده ونعمل جنبها عيش، الناس اللي زهقت من الرز كده والروتين اليوم الممل ان احنا كل يوم نقول رز وايه رز وايه ده. تعالوا كده نغير كده ونعمل مع بعض ورقه اللحمه دي كده، وتعملوه جنبها، ممكن تعملوا جنبها طاجن لسان عصفور، ممكن زي ما قلت لكم تعملوها جنبها بسندوتشات العيش. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم يا حلوين، وحاولوا